السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي أنساتي سادتي، حلقة جديدة معكم. شكرا على وجودكم معنا ومتابعتكم لينا. بستأذنكم إن أنا الأسبوع اللي فات ده ما كنتش موجود، كان عندي سفرية وكان في شغل، فأرجوكم يعني سامحونا. هنبتدي إن إحنا قبل ما عايز أتكلم في الحكاية دي، عايز أقول إن إحنا هنبتدي بالأحداث الحالية، وبعدين نرجع لورا، لأن الأحداث اللي فاتت ما لسه ليها تأثير معانا. ما هياش ماضية ولا حاجة، دي تأثيرها مستمر. فنبدأ بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيداتي أنساتي سادتي، الحدث الجلل أو الحدث المهم اللي حصل الأيام اللي فاتت هو ماتش الأهلي والزمالك، الماتش اللي زي الزفت المنيل ب60 نيلة. هنبتدي هنتكلم على الماتش ده. أخطاء 3 أو اللي تسبب في الحكاية دي 3 أو 3 نواحي: المدرب، اللعيبة، والإدارة. فالمدرب، خلينا نمسك الأستاذ كولر ده. أنا كنت من أشد الناس تعضيدا ودفاعا عنه، بس بعد اللي حصل الهراء اللي حصل منه يوم ماتش الأهلي والزمالك، خلاص. في ناس بتقول إن هو عايز يعتزل. الراجل ده فقد الشغف. طب فقد الشغف، هو فقد الشغف. هو صحي يوم من الأيام كده، صحي الصبح يوم من الأيام كده ولقى نفسه حمار. مش فاهم. أصل اللي بيعمله ده ما يعملوش واحد عيل عنده 10 سنين بيفهم في الكورة. لا، اللي بيحصل ده بيحصل عمدا. ليه؟ لأن هو بيعند بقى مع مش بس مع الإدارة، عايز يعند مع النادي كله. ليه؟ لأن هم الإدارة بالقرارات الغير صائبة والغير موزونة. أولا كان طالب هو لاعب واحد بالاسم، ما جابوهولوش. ومع ذلك وبعد كده برضو مش بس عملوا كده، لا، ده هم حرموه من لاعب خامس أجنبي خامس، وعلى غير إرادته قيدوا علي معلول. وأنتوا شايفين علي معلول أصيب، مش نفس الإصابة في الوتر أكيلس، بس خلاص السن. مش بس كده، في الراجل بتاع الأحمال ده هنتكلم عليه بعدين. فدلوقتي أنت عندك هو دلوقتي إيه مفروس. فهو بينتقم أو مش بيصفي حسابات. أنت عندت معايا، أنا هعند معاك، والعند بيولد الكفر. لأن اللي عمله ده لا يدل على إن هو مثلا مش فاهم، لا ده فاهم. يبقى عندك واحد بره زي كريم الدبيس ومحمد هاني، لا انت تنزل 2، ده مش مركزهم الاساسي. واحد فيهم بقى له فتره ما بيلعبش، والتاني في طريقه انه يسيب النادي، وتنزلهم لي في ماتش زي ده. ومحدش يقول لي اصله جبان. لا، مش حكايه جبن، دي مش حكايه جبن. ما هو لو جبان كان لعب بطريقه دفاعيه، هو ما بيلعبش بطريقه دفاعيه، هو نزل بالتشكيل الغلط او الخطا عمدا. فده كلام فارغ. انا زي ما قلت قبل كده، كنت من الناس اللي دايما بيدافعوا عنه. بس انت لما تنزل بقى تأذي النادي، طب انت بتأذي النادي ليه؟ انت لو عايز تعتزل اعتزل يا اخي. انت بتأذي النادي ليه؟ انت لسه مش هو احنا مثلا بنديك نص ما هي، ما انت بتاخد فلوسك على داير مليم ولا داير سنت. ليه قلة الذمة دي والناس قال قعدت معاه علشان تقول له الاخطاء بتاعه انت يا محمد، يا رمضان، يا كابتن رمضان، انت مش فاهم ان هو عارف؟ انت ساذج للدرجه دي؟
راجل زي ده مخضرم زي ده بقاله كام سنه يعني عشرات السنين بيدرب. انت بتساله بتقول له انت التشكيل بتاعك غلط. النيه واضحه، النيه واضحه. فدي حاجه من الاثنين، يا اما الراجل ده يتعدل يا اما يمشي. ما تستناش بقى لما فاس يقع في الراس واحنا نخسر بطولات ونطلع من افريقيا عشان ايه، عشان تمشيه. ما تعملش ما تديرش اداره مصايب. انت تدير اداره حكيمه تمنع المشكله انها تحصل. ما تستناش لما المشكله تحصل وبعدين تبقى انت بقى ايه، رياكشن، يعني انت رد فعل. لا، يبقى انت لازم تبقى عندك انيشيتيف، لازم تبقى عندك انت المبادئه او المبادره. يا اما الراجل ده يتعدل يا اما يمشي. ما تستناش لما الاهلي يخسر وبعدين تقول لي مش عارف ايه. في ناس طالعه تقول لك اصله هيبقى كبش الفداء. انت يعني ايه كبش فداء؟ انت فاهم يا ابني يا حبيبي؟ انت فاهم كلمه كبش فداء دي غلط. كبش فداء دي لما يبقى في ناس كلها عامله كل الغلطات دي كلها وبعدين يحطوها كلها على واحد ويلبسوه على العمه فيها وهو يبقى ايه، كبش الفداء. لا، المره دي بقى هي غلطته، هي لابسه من اوله لاخره. في طبعا لعيبه وفي جزء من الاداره، في جزء كبير للاداره، بس هو لما ينزل متعمد ان هو يلغوص يبقى ما بقاش كبش فداء بقى، ده تمشيه على طول. ده ما ينفعش، ده ما ينفعش. خلاص هو يعني بقى يعني واحد ضربه بعصايه الغباء مره واحده وبعدين بقى كده مش شايف قدامه. لا طبعا، ما تخليكوا يعني فكروا بشويه منطق يا جماعه، مش معقول كده. وبعدين هتقعد معاه كم مره عشان تقول له انت غلطان والتشكيل بتاعك غلط وانت بتعمل وانت بتسوي؟ ما تقطع العرق وتسيح دمه يا ابني انت وهو. انت هتقعد معاه تتكلم معاه كم مره؟ مفيش فايده فيه. الله، هو كان بيعمل كده في السنوات اللي فاتت؟ لا. طب ايه اللي جد؟ اقول لك بقى اللي جد. الاداره لما ما هم مشوا محسن صالح الجدع اللي الله لا يرجعه ده، بس محسن صالح كان ليه اخطاء غريبه جدا برضه. يعني اقول لك ما كانش عايز محمد رمضان، وبرضه في حكايه ان محمد رمضان ورئيس الترجي اتصل بالخطيب والخطيب عمل له خاطر، والخطيب ده كمان يعني ايه، يعني الله يشفيه يعني وربنا يعني يشفيه يا رب وياخد بيده، بس عمل اخطاء غريبه. يعني بيعمل خاطر للناس على حساب النادي الاهلي وده غلط. محمد رمضان ده كان لازم يجي، وبعدين قالوا له ايه، راح الناس بتقول لك اصل هو اتخلص من ديانج. هو ما اتخلصش من ديانج، ما كانش عايز ديانج يمشي، هم اللي خدعوه. قالوا له احنا هو كان في سويسرا وكان مسافر، قالوا له مالكش دعوه، هنجيب لك محمد، احنا هنمشي ديانج عشان نجيب لك محمد رمضان. وقال لهم كده خلاص، ما دام كده خلاص يبقى مشوا ديانج وما جابوش محمد رمضان. طب يعمل ايه الراجل؟ يعني انا من جهه يعني انا متضايق منه جدا، ومن جهه تانية انا عذره، بس برضه دي طريقه قذره جدا في التعامل. بس ما حدش عارف ده يعني مداخل الامور في النادي الاهلي ايه عشان هو يعمل حركه زي دي. ما هو الراجل ده مدرب كبير وله سمعته، يعمل دي ليه؟ ما ممكن يكون جدا يعني اتوعد كذا مره، انضغط عليه كذا مره، مش عارف ايه. يعني زي ما بقول لك حكايه علي معلول دي يعني اكيد ضايقته. احنا معانا 4 أجانب بس يا جماعه، مش 5. جايز الراجل فاض بيه من اللي بيحصل جوه. ما اعرفش، انا ما بلتمسلوش اعذار، لان اللي عمله ده ملوش عذر، سواء كان بقى فقد الشغف او نازل بقى بالعند او نازل مثلا يصفي حسابات او نازل ينتقم او مش مهم. اللي عمله ده تخريف وهو عارف انه تخريف. ما تقعدوش وتقولوا انت عملت كده ليه.
انت تشوف تكلموا بصراحه، يقولوا انت ايه حكايتك، انت ايه حكايتك؟ الغلطات دي ما يعملهاش مدرب سنه اولى تدريب. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني انا اجيب بقى مثلا واحد ابن امه توتو يدرب الفريق، لو جبت الواد ابن امه توتو يدرب احسن منك. انت ايه حكايتك؟ كلمه بالطريقه دي. انت ايه حكايتك؟ مالك يا ابني؟ في ايه؟ انت مش بتقبض؟ عايز ايه تاني؟ في ايه؟ عايز ايه؟ سايب حسين الشحات اللي مطلع عين ابونا كل ماتش، زي ما يكون مقرر علينا، زي ما يكون ماسك علينا كمبيالات ولا حاجه. لازم يلعب، وكل كرة ما تجيله الكرة بتضيع، لان لا، لما بيحب يباصي، لما بيبقى لازم يباصي ما بيباصيش، لما لازم يرقص ما بيرقص، تلاقيه باصي. لما المفروض انه يباصي يرقص، لما المفروض انه يرفع ما يرفعش، يتشنكل ويستنى لما يتلم عليه 3 4. يا ابني انت يا عم حسين، انت ما بتفهمش. انت لما الكرة تبقى ماسكه سايبها في رجلك، ما هيتلموا عليك 3 4 خلاص، كل سنه وانت طيب. انا مش فاهم الكرة يا ابني لعبة جماعية، انت بتلعب تنس؟ انا مش فاهم الجدع ده. وبعدين انا مش فاهم يعني سايبه ليه؟ طب ما انت كنت بتعمل كده مع عبد القادر وما كنتش بتنزله لغايه لما الواد دماغه طرقعت وراح يعني غلط فيك. الفرق الوحيد اللي بين الشحات وبين عبد القادر ان الشحات اولا ما بيقولوش ما بينزلوش، ده بينزلوا، يعني بينزلوا غصب عننا عين الفريق. وبعدين الشحات ما فيش سبب ان هو يغلط فيه. غلطه عبد القادر ان غلطتين، ان هو ما بيسمعش الكلام، ان دي لازم تباصي ولازم الفرق ما تقعدش بقى عايز تخرج من 300 واحد، مش هتحصل، دي مش ممكن تحصل. الحاجه الثانيه انه غلط فيه، ولا انتم مش فاكرين؟ والناس دي خلاص اللي بيغلط فيها خلاص يبقى انت ما بتحترمنيش، وانا لو سامحتك ولو انا اديتك بقى خلاص، يبقى الناس دي الفرقه هتفك. فاللعيبه دي ما تفهمش. ما انت ما شفتش اللي حصل ايه مع كهربا؟ ما هو غلط فيه برضه كهربا، والناس تقول لك كهربا اصل غلبان ووقف كهربا، وهو اللي بطل كهربا. كان هيبطل كهربا ليه يا اخويا؟ اولا كهربا ما بيعرفش يعني يمسك نفسه، فكهربا غلط فيه. ومش بس كده، احنا قلنا على حكايه فرح اخته دي اللي هو بداه على مصلحه النادي الاهلي. فما تقوليش هو مشى كهربا، لا، ومشاش ديانج، لا، وعبد القادر غلط فيه، فخلاص انتهينا. نفس الحكايه مع، فاكرين انتوا ازارو لما غلط في فايلر وسبه بسباب قذر بالفرنساوي، حصل ايه؟ النادي الاهلي مشاه. الفرق الوحيد ان ده ما شتموش، بس بجح فيه وقال لي ادبه. ما حدش يلوم الراجل في الحكايه دي، انا بس بلومه دلوقتي على ان هو خلاص. انت المفروض ان انت ما تعملش اللي انت بتعمله ده. هتبتدي تلبخ، امشي خلاص، امشي. وبعدين ايه حكايه الاصابات اللي بتحصل دي؟ في واحد من الناس اللي على اليوتيوب طالع بيقول ان في لعيبه مرتين، لعيبه كبار راحوا للكابتن محمد رمضان البيه واشتكوا له، قالوا له الجرجدع ده اللي اسمه زفت الطين، اسمه ايه مش عارف اسمه ايه، مدرب الاحمال احماله زياده. فراح رده كان ايه؟ بلاش كلام فارغ، بطلوا دلع. والعيال دلع؟ انت مش شايف الاصابات؟ هي الاصابات فيها دلع؟ لما واحد يجي له تمزق في العضله الخلفيه، ودايما في العضله الخلفيه، معظم الاصابات في العضله الخلفيه، ده مش جرس انذار؟ دلع ايه؟ ما عشان اقول لك يعني في العقليات اللي في النادي الاهلي دلوقتي حاجه يعني عقليات غريبه جدا. يعني ايه اللاعب يبقى مصاب والاصابات تتعدد وتكتر، وبيبقى في عندنا 7 8 9 10 مصابين بنفس الاصابه، واصابات كلها عضليه، وانت تقول لهم بطلوا كلام فارغ؟
بطلوا لعب عيال، بطلوا دلع. دلع ايه؟ العضله اتفكت زي الصحه. انت لما عضلتك كانت بتتفك ولما عضلتك بتتقطع، لما انت كنت لاعب كنت بتقدر تمشي؟ يا ريتك ما كنت. ده انت لاعب يا ابني، ده انت كنت لاعب زيهم. ايه ده؟ ايه ده؟ محمد رمضان بيشتغل برضه بمبدأ الاحتواء، احتواء المصايب، مش احتواء بتاع اتحاد الكوره. يعني يستنى لما المصيبه تستفحل، لما الموضوع يستفحل والكارثه تستفحل، وبعدين يبتدي ايه؟ يلم الموضوع. انت مفروض كمدير اي مدير في اي حته، لما تشوف حاجه مش مظبوطه انت مفروض، وهتشوف يعني ده جرس انذار كبير جدا. المفروض ان انت تتوقع، مش بس بقى كمان ت ت ت ت ت ت تعالج الموضوع قبل ما يستفحل. لا، ده انت المفروض تتوقع اللي ممكن يحصل وتعمل على انك انت توقفه قبل ما يحصل. بس للاسف ده ما بيحصلش في النادي الاهلي. وبعدين راحوا تتكلموا اسمه ايه ده، كولر، على مدرب الاحمال. هو مصر على ان طب اقعد معاه، طب اقعد معاه وكلمه. مصر على ايه؟ مصر ليه؟ شوف بيحصل ليه مع اللعيبه. هي دي مش لعيبتك يا ابني، ولا دي لعيبه الناس التانيه؟ وبعدين تقعد تلطم انا معيش لعيبه. طب ما هو بيبوظ لك الاصول بتاعتك، بيبوظ لك لعيبتك. ما تقعد تتكلم معاه كلام يعني. خليكم، ما انتم ليه مش شداد مع الجدع ده؟ ليه دلوقتي بعد ما الموضوع استفحل انت جاي دلوقتي تقول له مش عارف ايه، وتدي له بقى ايه شروط، وتدي له بقى لو حصل كده هيحصل كده، واحنا مش والراجل دلوقتي خلاص بيهر برابره زي ما بنقول في مصر زمان. لانه خلاص هو كان فاكر انه مهما عمل مش هيمشي، وكان عايز يقعد لغايه كاس العالم. طب انت عايز تقعد لغايه كاس العالم ليه ما دام انت هتعتزل بعد كاس العالم؟ انت المفروض تبقى رايح كاس العالم عشان تعتزل، تقدم حاجه كويسه، تقدم مردود، علشان لما تعتزل وانت فوق. ما تعتزلش وتخرج كده من جحر. ما دام انت عايز تعتزل يبقى قدم بقى شغلك بقى. انت لا بتدرب، واللعيبه لا بتلعب ماتشات وديه، ولا عندك فيش اي. ما هو بص، اي منظومه اي منظومه في الدنيا بتتخذ شخصيه المدير، لان ده بينزل من فوق لتحت، ما بيطلعش من تحت لفوق. يعني اللي بيحصل في اي شركه بيبقى من فوق لتحت. الكالتشر اللي هو يعني معتقدات الشركه او مكان العمل او اي حته بتلبس شخصيه المدير بتاعها، الرئيس بتاعها. فانت شوف بقى، هو بقى ما كانش يعني مش في دماغه خالص الحكايه دي، واخدها كده اي كلام اي حاجه. والتاني بيسيرو ده خدهم يعني العيال نازله تاكل اكل زي النار واحنا ما فيش خالص. وطبعا هو نازل بالتشكيل الغلط اساسا يعني. طيب انت ما بتلعبش عمر الساعي ليه؟ عند وخلاص. لما يبقى فيه راجل زي ده يبقى خلاص مشيه. يقول لك هيجيب باتشيكو، والتاني اللي هيجيب مش عارف جوزيه جوميز، والتاني اللي مش عارف ليه. يا ابني جوزيه جوميز ايه؟ جوزيه جوميز فشل مع الزمالك وراح فشل في السعوديه، عايز تجيبه ليه؟ عايز تجيب باتشيكو ليه؟ خلاص المدربين اللي في الدنيا خلصت.
انت بتقرا كتاب صفحه من كتاب الزمالك عشان الزمالك جابه؟ يا ريت لا. يعني ارجو من الله ان ده ما يكونش الحكايه يعني. عايز تجيب باتشيكو ليه؟ خلصت المدربين اللي في الدنيا دي كلها، خلصت. لو عايز واحد هات حسام البدري ويبقى معاك في فتره عبال ما تجيب واحد تاني. بس ما اعتقدش حسام البدري هيرضى بان هو يبقى مدرب يعني مؤقت. بس ده غلط. انت تجيب ليه باتشيكو يعني؟ جايز باتشيكو، بس ليه يعني باتشيكو ليه؟ جيب جوزيه جوميز ليه؟ مدرب فاشل. الناس بتقول اشرف داري مش عايزينه، اصله بيتمركز غلط، اي واحد بيرقصه، اصله مش عارف ايه، مش واحد على واحد، ما بيعرفش كده، ما بيعرفش ليه، وما بيعرفش ده. طب انت كنت فين يا فالح؟ لجنة التخطيط برئاسة العظيم العبقري الفذ محسن صالح، جبتوه ليه؟ ما دام هو فيه العيوب دي كلها، العيوب دي ما ظهرتش الا معاكم. يعني هو كان قبل كده كويس، وبعدين قبل هو الحكايه دي ما ظهرتش الا معانا. وهو اشرف داري اللي وحده اللي متنايل ب60 نيله في الدفاع. ما تشوف يا اخويا رامي ربيعه، ما تشوفوا بالمصايب اللي بيعملها رامي ربيعه والكوارث اللي بيعملها ياسر ابراهيم. كان في رأي زمان او من كم، مش عارف من كام شهر كده، ان هم عايزين يجيبوا مدرب للدفاع، مخصوص للدفاع، عشان يدرب العيال دي. كأن العيال دي طالعه يا اما نسيت الكوره، يا اما ما حدش اداها اساسيات الكوره خالص. بس احنا حقيقه محتاجين زي ما بيقولوا هنا ديفنس كوردينيتور، يعني واحد مهمته الاساسيه ان هو يخلي المدافعين دول يعرفوا هم بيعملوا ايه. لان هم اساسا الظاهر كده فقدوا اساسيات المراكز بتاعتهم. ومحدش يقول لي سيرد باكات، مفيش حاجه اسمها سيرد باك يا جماعه. حاجه اسمها ثيرد باك، يعني ثيرد باك يعني المدافع الثالث، وفي حاجه اسمها فورث باك المدافع الرابع. ما يبقاش هما الاثنين ثيرد باكات زي ما بيقولوا عندنا السيرد. فانا مش فاهم يعني ازاي دلوقتي هما لغايه دلوقتي يعني ما جابوش حد ان هو يعني هما كانوا بيقولوا هيجيبوا واحد، بس ده معناه ان زي ما انا قلت قبل كده الناس دي يعني فاقدين يعني القدره ان هم يعني مش عارفين مراكزهم ايه، مش عارف يلعب ازاي. طب ازاي الجدع ده اللي مش عارف يلعب ومش عارف مهمات مركزه يبقى في الفريق الاول في النادي الاهلي؟ ازاي واحد زي ده انت عايز تفهمه وتعلمه مقومات مركزه يبقى في النادي الاهلي؟ وعايزين ايه؟ وعايزين مرتبات عاليه جدا دلوقتي، عايزين عقود جامده، قاعدين يتشرطوا. يا اخويا تنيل جاتك 60 نيله، اما تبقى تعرف تلعب مركزك الاول بقى تشرط. ده انتوا فاتحيننا بقالنا يعني احنا يعني اضعف دفاع خط في النادي الاهلي دلوقتي دفاعه اللي كان دفاع صلب. كان دفاع صلب، مفيش دفاع رهو كده ورخو، واي حد يخش يفوت منهم ويعملوا المصايب دي كلها. ايه يا ابني انت هو ايه اللي حصل لكم؟ عايز تمشي امشي، بس ما تضرناش بقى. وعايزين يخلصوا من اشرف داري. طيب هتجيبوا مين؟ ما كان قدامكم بالعيد ده ولا اسمه ايه؟ ما جبتوهوش ليه؟ ما جبتوش الجدع ده ليه؟ ما هو كان محسن صالح موجود وكان في ناس تانية موجودة يعني محسن صالح لغوصة غريبة جدا مع النادي الأهلي، والحمد لله انه مشي. الهي ما يرجع ابدا.
شكرا على وجودكم معنا لغايه دلوقتي في القناه وفي الفيديو ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.